في 23 يوليو 1952 بالظبط يروح فاروق مع الأميرة فوزية أخته ومع جوزها التاني إسماعيل شيرين بعد ما يتقرر خروج فاروق من مصر، وإن هو لازم يسيب الحكم لابنه اللي أساسا عمره ما هيحكم مصر، وهيتم تحويل مصر من ملكية لجمهورية. فيقرر إن هو لازم يسافر على إيطاليا. دي بقى كانت محطة مهمة من قصة إنسان بتاع النهاردة، قصة الملك فاروق. بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. وأحب أفكركم إن الحلقة دي هتتقسم لجزئين. يلا بينا. في الاسكندرية تتولد نازلي صبري سنة 1894. بنت دخلت مدارس فرنساوي علشان هي من بنات الأسر الأرستقراطية في مصر. بعدها تسافر على فرنسا علشان تكمل تعليمها هناك. كل ده أثر على شخصيتها زي ملايين من البنات زيها في الوقت ده. مش عارفة هل هي بتنتمي إلى الشرق اللي هي اتولدت فيه، ولا من الغرب اللي هي اتعلمت في المدارس وراحت هناك كمان، وكمان تقدر في الغرب ان هي تاخد قرارات مش هتقدر ان هي تاخدها في الشرق. بس نازلي قررت ان هي تكون بنت بثقافة غربية مش بثقافة شرقية، وده اللي هيحصل معاها لما تتجوز أول جوازة ليها سنة 1911 وتخرج مع جوزها من غير حبر ولا يش وتسهر معاه زي أي بنت أوروبية. فعلى طول أبوها لما يعرف الحكاية دي هياخدها من جوزها وهيطلقها، لأن هو شايف في نظره إن ده زوج مهمل. وعلى الجانب التاني بقى فؤاد أمير ابن الخديوي إسماعيل المنفي هناك في اسطنبول هيتجوز الأميرة شويكار علشان فلوسها والأسباب كتيرة جدا قلناها قبل كده في حلقة الإمبراطورة فوزية. هيطلقها، بس سنة 1917 هيموت سلطان حسين كامل. الإنجليز هيشوفوا إن أحسن واحد ليهم في مصر هو الأمير فؤاد، وعلى طول هيخلوه هو سلطان مصر والسودان. بس في مشكلة إن فؤاد مطلق، فمحتاجين إن هو يكون ليه زوجة، فعلشان كده هيتجوز نازلي صبري سنة 1919 بعد ما يشوفها في حفلة في الأوبرا. بالرغم الاختلاف اللي ما بينهم وهو عارف إن في اختلاف، بس زي العادة هيستعان بالشخصية المعتادة في الوقت ده اللي هي شخصية سي السيد، فهيعين عليها وصفات زي الجواسيس يقولوا له كل أخبارها وكل تحركاتها، وكمان هيحطها في قصر في العباسية. بس ساعة الولادة هتنتقل من قصر العباسية هتروح على قصر عابدين، وهتخلف أول ولد ليها سنة 1920 وهو فاروق. بعد كام شهر من جوازها، بس هو عارف ان شخصيتها مش هتنفع ان هي تربي ولي العهد، علشان كده هيعين عليها ميس تايلور، مربية انجليزية ليها كل الصلاحيات في تربية فاروق، لدرجة ان هو كان فاروق بيتقابل مع نازلي ساعة واحدة في اليوم. ومش بس كده، ميس تايلور كانت انجليزية، والمحتل الانجليزي في الوقت ده كان موجود في مصر، فكان عايز يسيطر على تربية فاروق اللي هو ملك المستقبل علشان يكون ولاؤه ليهم. فلما يكبر في سنة 1936 هيوافق فؤاد أبوه بعد تكرار عروض كتيرة جدا من إنجلترا على إنه هيروح على إنجلترا علشان يتعلم. وكان معاه في الحاشية بتاعته أحمد حسنين وضابط مصري اسمه عبد العزيز المصري. لما راح فاروق هناك حس إنه هو حر. أبوه كان حبسه في قفص من ذهب اسمه القصر الملكي، ملوش أصحاب، حياته عبارة عن رياضة ومذاكرة. وميس تايلور اللي أي حاجة بيعملها غلط وما يعرفش إن هي غلط لازم يعتذر، وهو مش فاهم هو بيعتذر على إيه. هنا بقى أحمد حسنين أدرك إنه مع ملك مصر المستقبلي، فلازم يعرف إن هو في صفه دايما. فكان من ضمن المواقف إن فاروق اللي بيتهرب من دروسه كان بيسهر مع أصحابه الإنجليز مع بنات برضه، وكان بيخبي عليه أحمد حسنين. بعد 4 شهور بالظبط يموت فؤاد، فلازم فاروق يرجع على مصر، وهو مقرر إن هو مش عايز يتحبس الحبسة اللي اتحبسها مرة تانية. بس وهو في نفس الوقت ما كانش مبسوط بموت أبوه، هو كان بيخاف منه، بس في نفس الوقت هو كان بيحب أبوه متأثر بيه. وهيرجع على مصر وهو في الأساس هيكون عنده حوالي 16 سنة، فمش هينفع إن هو يمسك الحكم، ولازم يكون في مجلس وصاية على فاروق، وكان منهم الأمير محمد علي ابن الخديوي توفيق، وهو كان عايز يحكم في الأساس بدل فؤاد. فخافت نازلي منه
وطلبت من شيخ الأزهر الشيخ المراغي إن يكون عمر الملك الدستوري 18 سنة هجري بدل 18 سنة ميلادي، لأن فاروق كان قرب إن هو يوصل ل 18 سنة هجري. وفعلا وبدل ما مجلس الوصاية يقعد أكتر من سنة، لا ده هيقعد كام شهر. وفي الفترة دي هيروح فاروق مع أمه وإخواته على أوروبا في رحلة تثقيفية للملك، بس هياخد معاه واحدة اسمها صفيناز ذو الفقار وأمها اللي هي كانت في الأساس وصيفة الملكة نازلي. البنت دي حبها وأعجب بيها، وحصل موقف إن كانت فريدة بتتزحلق على التلج في سويسرا فوقعت، فهو جري عليها وشالها علشان حسب إن رجليها حصل لها حاجة. ولما رجع على مصر وتولى حكم مصر في يوليو 1937 طلب إن هو يتجوز صفيناز ذو الفقار، بس الأب شاف في الوقت ده إن هما لسه صغيرين، واحد عنده حوالي 17 سنة والبنت عندها 16 سنة، لسه صغيرين جدا على خطوة الجواز. بس هو كان معجب بيها، وعلى طول هيأجر بيت ألفريد بيك الشماس في مصر الجديدة، علشان عائلة فريدة ما كانش ليها مقر ان هي تنزل فيه في القاهرة، كان كل حياتها في الاسكندرية، وهتنزل هي وعائلتها في القاهرة علشان يتم الخطوبة ويتم الجواز في يناير سنة 1938. ونازلي في الوقت ده كانت موافقة على الجوازة دي، لأن هي كانت شايفة إن فريدة صغيرة، وغير كده كمان هي بنت الوظيفة بتاعتها. أي نعم الوظيفة دي جوزها كان بيشتغل في المحاكم وكان ليه منصب كبير جدا، ولكن في نفس ذات الوقت هي مش من العيلة الملكية، يعني ممكن تكون مكانتها أكبر من مكانة نازلي اللي هي برضو مش من العيلة الملكية، فبالتالي مش هتقدر فريدة إن هي تعترض على أي حاجة هتقولها نازلي. وفي الوقت ده المصريين هينبسطوا إن ملك مصر الجديد هيجي من غير أي تأثير من الإنجليز أو من الأتراك، وهيتجوز فريدة البنت الطاهرة زي ما سماها المصريين، وتخلف على آخر السنة في ريال. وفي السنة دي سنة 1939 يقرر إن هو يتجوز أخته فوزية لولي عهد إيران بعد طلب من شاه إيران في الوقت ده اللي هو رضا بهلوي إن هو عايز يناسب أسرة محمد علي. بس الحاشية بتاعت الملك فاروق في الوقت ده هتقول له إن مصر لازم تمارس دورها كأكبر دولة في العالم الإسلامي وكأقدم دولة في العالم الإسلامي اللي أسسها محمد علي. وفي الوقت ده بعد ما سقطت السلطنة العثمانية ممكن ان انت تحاول ان انت تلم العالم الاسلامي حواليك، فلازم يكون في جوازات سياسية علشان تثبت الفكرة دي عند الدول التانية. نازلي وافقت على الجوازة دي، وفوزية زي بنات كتير قوي في الوقت ده ما اعترضتش وقالت زي ما انت شايف انا في الاساس مش عارفاه ولا هعرف حد غيره، وهيحصل اكبر حفل جواز في العالم في الوقت ده، وتسافر على ايران. وفي سنة 1940 تخلف فريدة الطفلة التانية وهيسميها فوزية على اسم أقرب إخواته ليه اللي سافرت على إيران الأميرة فوزية. بس نازلي تقول لفريدة بعد ما خلفت فوزية أنا جبت ولي العهد من أول خلفة، لما نشوف بقى أنت هتجيبي إيه لفاروق. بس فاروق كان حابب البنت علشان كده سماها فوزية على اسم أقرب وأحب إخواته ليه، بس في نفس ذات الوقت هو كان عايز ولي العهد علشان يحكم بدل ما يروح الحكم للأمير محمد علي. تابعونا بقى. اتكلمت مع أخوها في قصر راس التين وطلبت الطلاق لأن هي تعبت من العيشة في إيران وجالها مرض الملاريا والصفرة، ده غير كمان محاولة اغتيال حصلت لها، واتكتبت في أحد مذكرات أسرة الملكية الإيرانية. ومن هنا بدأت علاقة فاروق وفريدة تسوء بشكل كبير جدا، ده غير ان كان لفاروق بعض العلاقات النسائية. في الوقت ده كان عادي ان الرجالة كتيرة جدا كانت بتعمل علاقات نسائية، بس فريدة بحكم تربيتها المحافظة شافت ان الاسلوب ده مش هينفع،